السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام الجمال في راس البر. احنا في مطعم سيدور كنا شفناه من أروع المطاعم وأشهرها في راس البر، وفي قبليه مطعم فطاير أولاد فتوح على البحر، واللسان اللي هناك ده لسان مطعم العائم، برضو من أشهر المطاعم في راس البر. بكده نكون عملنا كل مطاعم على البحر. اللي عايز يشوفهم هيطلع الرابط بتاعهم أعلى الشاشة في دايرة الآي. وبكده يكون فاضل الكافيه اللي هناك ده كوين كافيه، آخر مطاعم البحر قبل شاطئ الخليج وشاطئ فندق شتيجن برجر، والاتنين شفناهم، شاطئ الخليج وشاطئ شتيجن برجر. الفيديوهات بتاعتهم برضو هتطلع لحضراتكم. تعالوا بقى نروح كوين كافيه علشان نبقى شفنا مع حضراتكم كل كافيهات ومطاعم البحر في المنطقة الأولى. يلا بينا. الكافيه موجود زي ما قلنا قبل شاطئ الخليج. بندخل بنلاقي صالة مقفولة مناسبة لو شتاء أو الدنيا بتشتي بره، لكن التراس والقعدة على البحر أجمل بكتير، والكل بيفضلها في القعدة اللي تحت الشماسي اللي احنا شايفينها دي. وفي تراس كبير جدا ما شاء الله، واخد من هنا لغاية مطعم سيدور اللي كنا فيه من شوية. تعالوا نكتشف القعدة على البحر مباشرة. التراس كبير ما شاء الله، شايفين ممتد لغاية فين. تعالوا نشوف من بعيد كده قعدة الشماسي علشان في ناس قاعدة. الناس اللي في المية دي تبع شاطئ الخليج، لأن كوين كافيه لازق فيه على طول. تعالوا نتمشى شوية لآخر التراس. هم مانعين دخول المشروبات طبعا، لكن هم بيسمحوا بدخول الأكل، يعني ممكن تجيب أكل معاك بس بتدفع 10 جنيه لكل فرد. المشروبات بتاخدها من الكافيه وتدفع تمنها عادي. مساحة المكان زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، بتسمح انك تقدر تختار مكان رايق تقعد فيه. واحلى حاجة في مطاعم وكافيهات البحر عموما ان مفيش حاجة خالص بتفصلك عن البحر، مفيش حاجز بينك وبينه، والمية بتقعد تخبط في الصخور زي ما شفنا في اول الفيديو. هنا كمان بتحصل الحكاية دي، وبالتالي بيبقى عندك احساس انك قاعد على الشاطئ، قاعدة رايقة، خصوصا من المغرب كده وبالليل، ومنظر الغروب رائع. قرص الشمس وهو بيغطس شوية بشوية كده في البحر، حاجة يعني ايه، خيال. كنا صورنا الغروب كله واحنا في مطعم العائم. شاطئ الخليج لو عايز تعرف اسعاره وكل التفاصيل اتفرج على الفيديو بتاعه. وكمان شاطئ فندق شتيجن برجر، الفندق اللي عند اللسان اللي هناك ده كنا عملناه برضو، هتلاقيه مع الفيديو. سلسلة راس البر هسيبها لحضراتكم في نهاية الفيديو. لو حضرتك عمرك ما رحت راس البر واتفرجت على السلسلة دي، هتبقى كأنك بتيجي هنا بقالك سنين وسنين، لأنك هتلاقي كل شاردة وواردة عن راس البر. هتلاقي الشواطئ الخاصة والعامة، هتلاقي الفنادق، هتلاقي المطاعم، الكافيهات، سواء الموجودة على البحر أو الموجودة على النيل، وفي منطقة الجربي كمان حمامات السباحة الموجودة، الأكوا بارك، السيرك حتى الموجود في راس البر صورته لحضراتكم. مجهود كبير بذلناه، بنتمنى ينال رضاكم واستحسانكم. تعالوا نشوف الأسعار أخبارها إيه ونرجع تاني. في النهاية كل الحب والتقدير لحضراتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله. أراكم على خير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.